الإخوة المسلمين والإخوة المسيحيين والإخوة الملحدين والإخوة الملهمش فيها والإخوة كل الناس التانيين من كل الأنواع، أهلا بكم في تلفزيون عسيلي. شوفوا، أنا عارف إن تلفزيون عسيلي بيقدم منتج غريب شوية على المجتمع، يعني بيتكلم في مواضيع الناس مش متعودة تسمع كلام فيها بطريقة الناس مش متعودة تسمع كلام بيها، وأنا عارف إن أنا أصلا عموما يعني غريب على ذوق أغلب الناس وكده. المهم ان ده بيؤدي الى ظاهره ظريفه جدا بالنسبه لي وانا بتفرج على التعليقات بتاعت حضراتكم على الانترنت. الطبيعي يعني في الاحوال العاديه ان الناس لما بتتفرج على اي حاجه بتبقى ما بين يعني لايك وديسلايك، مؤيد ومعارض، البتاع ده وحش البتاع ده حلو، بيخلص حكايه. بس لما المنتج يبقى معقد كده وجاي في اطار معقد، بيحصل ان فرق بيبقى كبير جدا بين انواع ردود الفعل على المنتج ده. فيبدا الحكايه دي بالناس اللي يسمعوا كلام بقى اللي هو اللي يبدو غريب ده ومحدش بيتكلم فيه، بتاع ان البني ادم روح وعلاقته بربنا هنا ومش عارف تعمل ايه، تحفر بير حب توصل بيه ربنا في اعماقك وتوصل للناس منه، وحاجات ومواضيع كده يعني، وازاي تكون نفسك، وازاي انت مالكش دعوه بالناس وانت الحياه تجربه شخصيه ليك وحاجات. فيسمعوا الكلام ده، اول ما يسمعوه على طول يحسوا ايه ده الكلام ده، كاني عارفه، وكأن بس جدع عسيلي ده فكرنا بيه وخلاص. وفي حد تاني يسمع كلام ويروح حاسس ان هو يعني كويس، بس مش بتاعي، لسه يمكن بعدين بتاع. وفي حد يحس ان هو والله هو في حاجه بس مش عارف كده، قلق. وبعدين في حد يخاف منه، وبعدين في حد يكره عسيلي، وبعدين في حد يشتم عسيلي، وبعدين في حد يعني يقفل البتاع اول ما يسمع الموضوع بيروح قافله كده، مش عايز انا اسمع الحكايه دي اصلا، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده. عارفين تقبل الاخر؟ تعالوا نتكلم عن تقبل الاخر. تقبل الاخر فكره تتباع للناس على انها حاجه كويسه، هي تبدو كويسه فعلا، انت تتقبل الاخر عشان يعني تتقبله، يعني حاجه جميله تقبله. وانا بفكر في الحكايه دي شفت ان تقبل الاخر ده جزء من المصيبه، سبب كبير جدا من اسباب المشكله. قولوا لي ليه؟ دلوقتي عشان انا ابقى ممكن اتقبل حضرتك، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا ممكن ما اتقبلش حضرتك، صح؟ سهله، وانت كمان. طب هو انا اصلا مين اللي قال، مين اداني سلطه ان انا اتقبلك او ما اتقبلكش؟ وانا عامل عزومه يعني فانا اتقبلك، وانا عازمك في بيتي، يعني انت قاعد في الدنيا دي، يعني انا اتقبلك ليه؟ وانت جاي البلد بتاعتي فانا بديك فيزا اتقبلك؟ انا مالي انا اتقبلك؟ ايه اتقبلك دي؟ لما تقول لحد، لما تدعو حد ان هو يتقبل الاخر، معنى كده ان انت بتكلم الانا بتاعته اللي اصلا هي سبب المشكله بتاعت الكراهيه بتاعت الاخر دي، وبتقول للانا بقول لك ايه، انا تقبلي بقى الاخر. فتقول والله يتقبله، طيب عطيه نتقبله، لا، ما في الكلام ده ما بيحلش مشكله، الكلام ده بيزود مشكله. انا على فكره لا ابرئ نفسي من الحكايه دي، يعني اكيد في فتره من الفترات بتلاقيني بعت، اكيد يعني مش فاكر بالظبط، بس اكيد بعت انا فكره تقبل الاخر، كتب له فكره حلوه فعلا. طيب لو مش مطلوب مننا نتقبل الاخر، نعمل ايه مع الاخر؟ قعدت افكر انا جامد جدا بقى في الحكايه دي، وبعدين طلعت 3 انواع من انواع العلاقات بيننا وبين كل الاخر، بين حضرتك وبين كل الاخر، بين حضرتي وبين كل الاخر. اول نوع من انواع العلاقات دي هي انك تتعامل مع الاخر. تتعامل مع الاخر يعني تشتري منه، تبيع له، تشتغل معاه، ما تشتغلش معاه، تعينه يعينك، تدرسه في المدرسه يدرس ولادك في المدرسه، تتعامل معاه. تاني علاقة اللي هي بالضرورة الحتمية بينك وبين أغلب البشر على الكوكب، إن أنت ما بتتعاملش معاهم. ناس عايشة في بلاد تانية، ناس عايشة في مدينة تانية، ناس ما بتشوفهمش أصلا، مش هتيجوا في وش بعض، مش هتتعاملوا مع بعض. والنوع الثالث من أنواع العلاقة دي هي إنك تحب الآخر. كل ما دون ذلك شر. شر بقى، تكره الآخر، تحقد على الآخر، تخاف من الآخر، تعوز تقتل الآخر، تعوز تخفي الآخر، تعوز تدفن الآخر، أي حاجة، كلها حاجات وحشة. يا تتعامل معاه، يا ما تتعاملش معاه، يا تحبه. حتى من أول ما بتحبوش، من أول تكره الآخر، من أول ما تحبش الآخر، ده يدخل في الشر برضه، كل الباقي شر. طيب تعالوا عشان نمسك قلب المشكلة دي،
نتخيل الآتي: احنا ليه بنتخانق مع بعض؟ احنا بنتخانق مع بعض عشان بنخاف من بعض. الخناق بيغذى بالكراهية، والكراهية بتغذى بالخوف. لو انت مش خايف من حد، ولا هيهمك منه، ولا هتجاهله اصلا، ولا مش هتجيب سيرته، ولا هتتكلم عنه، ولا اي حاجة خالص. انت خايف منه، كويس؟ طيب انت خايف منه ليه؟ خايف منه عشان هو غريب عنك. مفيش حد بيخاف من حد هو عارفه، وحاسس انه شبهه، حاسس انه عامل زيه، وحاسس انه لونه شبه لونه. تعالوا نتخيل كده الناس الوان كتير، وكل واحد، انا لوني ازرق مثلا، فانا ببقى لابس نظاره زرقاء، بشوف كل الحاجات من منظور بتاعي انا. وهو ده اللب القصيد، هو ده بيت القصيد، مفتاح اللغز ده. ان احنا ما بناخدش بالنا واحنا بنكره بعض، واحنا بنخاف من بعض، واحنا بنتخانق مع بعض، اننا اصلا كائنات، بالرغم من ان كائن واحد بني ادم، لاننا كائن فريد من نوعه كل واحد فينا، فاحنا بنشوف حاجة مختلفة عن بعض. لما نقف كده، تقف حضرتك في رصة بني ادمين 3 4 5 10 تتفرجوا على نفس الشيء من نفس الزاوية، مش حتى من زوايا مختلفة. انتوا 3 4 5 10 بيبقى كل واحد فيكم شايف حاجة مختلفة، بناء على هو اصلا لونه ايه، ثقافته ايه، تاريخه ايه، جاي من بيت عامل ازاي، طالع في بيئة عاملة ازاي، اتعلم ايه، قرأ كتب ايه، تأثير الحاجات اللي هو الظروف بتاعته عاملة ازاي، هو نفس المكنة اللي ربنا نزلها له في راسه عاملة ازاي، هو جاي الدنيا يعمل ايه. في كل لحظة انت بتتخانق فيها مع حد، انت مبتبقاش واخد بالك ان انت ممكن تكون دلوقتي مثلا انت عايز حاجات من الدنيا، هو عايز حاجات تانية خالص. مبتبقاش واخد بالك من ان انت دلوقتي بتتعلم حاجات في الدنيا، هو بيتعلم حاجات تانية خالص. تخيل ان في حد مثلا بيتعلم انه ياخد اكشن، يعني ما يبقاش سلبي، وحد تاني بيتعلم انه يمسك نفسه شوية عشان هو بيحاول يعمل كتير او بيغير كتير. تخيلوا حد محتاج يهدى، وتخيلوا حد محتاج يتلحلح. الناس المختلفة دي، اللي شايفين حاجة مختلفة، اللي بيتعلموا حاجات مختلفة، اللي غرضهم من وراء حياتهم مختلف، اللي لابسين نظارة مخليه الحاجات كلها لونها مختلف، سهل جدا يكرهوا بعض. وهو ده اللي بيخلي، يعني هو في اسباب للخناق على فكره، في اسباب نتخانق عشانها على بعض، بس عارفين اسباب عامله ازاي؟ يعني ممكن نحصرها كده او نجمعها تحت عنوان مهم جدا، ان احنا من حقنا جدا نتخانق مع بعض على الحقوق. يعني حضرتك لونك مختلف عني، بس اللون بتاعك اللي انا مش هتقبله، ولا حاجه مش مفروض تتقبله، انت زيك زي على فكره، ولا اتقبلك ولا انت تقبلني. اللون بتاعك مخليك عاوز تقتل الناس دول، تعتدي على الناس دول، تفرقع نفسك ببومبة في الناس دول، تغور على الناس دول، تاكل حق بتاع الناس دول، تاخد فلوس بتاع الراجل ده، تعمل مش عارف ايه بتاع الست دي. انت لونك مصور لك كده. انا دلوقتي فهمت، مش تقبلت، انا فهمت انك مختلف، فما بقتش ولا بكرهك ولا بخاف منك عشان انت مختلف. انا شفتك على انك زي بالظبط بس مختلف. بس انت لونك ده عامل مش خطر عليا عشان مش عايز ابقى خايف منك، لونك ده عامل خطر على حق، كويس؟ سواء بتاعي او بتاع غيري ما تفرقش خالص. خلي بالك ده فرق مهم جدا. يعني فكر كويس في الناس اللي انت بتكرههم دول، لو انت نفسك بره الموضوع ده خالص. يعني انت مثلا بتخانق مع التأسم الارهاب، وانت عايش في استراليا، كنت هتخانق مع التأسم الارهاب؟ لا، ما كنتش هتخانق مع التأسم الارهاب. لا، عايش في استراليا وما عندكش تلفزيون، ولا كنت هتفتكر اصلا التأسم الارهاب ده. انا مالي، انا قاعد في استراليا، انا بفكر في كانجارو، انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص، مش هتفكر فيه. بس انت لازم تفرق كويس بين الخناقه اللي انت بتخانقها عشان حق يستوي فيه انت وابنك وامك وابوك وجيرانك واصحابك وبني وطنك وكل الناس اللي في الدنيا، ما تفرقش، لان انت بتدافع عن حق. زي ان انت تبقى ماشي في الشارع كده تلاقي واحد شخص بيضرب عيل صغير،
فتروح رايح قايل للشخص انت بتضرب عيل صغير ازاي؟ ولا يفرق معاك بقى الشخص ده اسود ولا ابيض ولا احمر ولا طويل ولا قصير ولا خواجه ولا مصري ولا اجنبي ولا محسن، ما تفرقش معاك خالص. انت بتدافع عن حق. بس لو انت بصيت على الشخص ده والانا بتاعك راح مطلع لك سبب لكراهيته، سبب لخوفك منه، سواء عشان هو اسود ولا ابيض ولا اسلامي ولا متأسلم ولا بدقنه ولا بجلبيه ولا ايا كان السبب، تبدأ تحصل المشكلة دي. تعالوا نعمل تمرين كده. تعالوا كل واحد فينا يدخل على الكلام اللي هو نفسه كاتبه، سيبك من الناس خالص، احنا عايزين نفضل نركز مع نفسنا. ها، خلوا بالكم من حاجة مهمة كده على جنب، وهي مظلة كده محطوطة فوق اغلب المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها في الشو ده، في الحقبة دي منه على الاقل. انك لما بتحب نفسك، كل ما تحب نفسك بتدرك ان اي مشكلة هنا عندك سببها مشكلة هنا عندك، او ما تصلح ده المشكلة دي بتتحل. افتح الفيسبوك ولا تويتر بتاعك واقعد اقرا في الكلام اللي انت بتكتبه، وشوف نفسك بتتكلم عن الناس. هتلاقي خناقات، كلنا بنتخانق. انا شخصيا مش بريء خالص، انا قعدت 3 سنين بتخانق مع التأسلم، قعدت 3 سنين من حياتي بعد الثوره، شويه بعد الثوره كده قعدت اتخانق مع الناس اللي بيهاجموا الثوره، وبعدين قعدت من ساعه بقى الايام اياها دي، وقعدت 3 سنين من حياتي ضاعوا في ان انا قاعد بتخانق مع الاخوان والسلفيين على تويتر وعلى فيسبوك. يعني حماقه، جنون، مش حماقه بس انا دلوقتي خلاص بطلت اتخانق، يعني حالا، يعني ممكن اكون بطلت بقى لي شويه، بس دلوقتي الموضوع اتغير عشان انا شفت حاجه مختلفه. انا شفت ان انا مش هتخانق معاك تاني على فكره عشان انت مختلف. انا مش هتخانق معاك تاني عشان انت شايف حاجه مختلفه. انا مش هتخانق معاك تاني عشان انت مصدق حاجه مختلفه. انا مش هتخانق معاك تاني عشان انت لابس نظاره مورياك الاشياء بلون مختلف عن اللي انا شايفه. انا هتخانق معاك بس انت زيك زي غيرك، انا ماليش دعوه انت مين. هتخانق معاه اللي يعتدي على الحقوق، هتخانق معاه. ومش الحقوق المهمه بالنسبه لي على فكره عشان انا بخاف، عشان بخاف عليها، مش الحقوق اللي تهمني لانها بتاثر عليا. انا لو انا عندي فعلا شرف المحاربين، انا هتخانق مع اللي اشوفه بيعتدي على حق، لونه بقى، جنسه، جنسيته، نوعه، ولا يفرق معايا خالص. ده كده، دي كده تبقى حرب شريفه، حرب من اجل الحقوق، حرب ما الانا ملوش علاقه بيها، والخوف والكراهيه مش جزء منها. علما بانه لما بتتخانق مع حد عشان حق، لو الحد ده بطل يعتدي على الحق، هتلاقي نفسك بقيت خلاص حليب يا قشطه صافيه لبن معاه، لان انت اصلا ما بتكرهوش، لان انت اصلا ما طلبتش من نفسك تقبله، فشفت نفسك احسن منه. خد بقى اتفرج على الكلام اللي انت بتقوله انت نفسك عن الناس، قارنه بالكلام اللي انت بتقوله انت نفسك عن نفسك، واعرف ان كل مرة بتجيب فيها سيرة حد تشاور على عيبه لانه مختلف عنك، انت بتعمل كده وانت بتتجاهل ان انت اللي عندك مشكلة بتاعت ان انت مش شايف ان هو مختلف عنك بس، مش ان انت احسن منه ولا حاجة. وحتى لو كنت احسن، مش انت اللي تقول كده على فكرة. اللي بيقبل الناس وما يقبلهمش هو ربنا بس. انت ما تقبلش وانا ما اقبلش، وكل واحد فينا يمشي في حاله كده، في دنيته، في قصته، في التاريخ اللي هو جاي منه، في الحته اللي هو جاي منها، في الحته اللي هو رايحها، وربنا هو اللي بيقيمه ويقبله او ما يقبلوش. واحنا بالنسبه لبعض عندنا 3 حاجات بنعملهم: يعني نتعامل مع بعض، يا ما نتعاملش مع بعض، يعني نحب بعض، والباقي كله شر. واللي عايز يحارب الشر يتفضل، اهلا وسهلا، يحارب الشر. والخناقه بتاعت كل المحاربين من اجل الحق تبقى كلها مع بعض، مش يبقى 50 واحد كلهم اصلا بيكرهوا بعض لاسباب مختلفه لانهم مختلفين، وكل 5 هم اللي بيحبوا بعض عشان هم شبه بعض بس، وجايين كلهم يتخانقوا عن الحق. لا، الحق كل خناقته تبقى كل اللي بيتخانقوا عشان الحق يبقوا فرقه واحده بس، لانهم شايفين نفسهم انهم واحد، لانهم مش مضطرين يقبلوا بعض ولا حاجه، لانهم واحد، لان مفيش فرق بيني وبينك، وانا مش احسن منك لانك شايف حاجه مختلفه ولاني شايف حاجه مختلفه، ولا انا حتى احسن منك لاني متعلم حاجه انت ما تعرفهاش، زي ما انت مش احسن مني لو انت متعلم حاجه انا ما اعرفهاش. كل واحد فينا العلام بتاعه واللون بتاعه والطريق بتاعه ماشيين لوحدهم خالص،
شيء مستقل بذاته عن بقيه الناس. اتمنى يعني، انا عارف رغيت ولفيت ولفلفت وكده، بس اتمنى ان الفكره دي تبقى واضحه. وبالنسبه للخناقه اللي انا اتخانقتها 3 سنين مع الاخوان السلفيين وغيرهم، واي خناقات اتخانقتها قبل كده، انا بعتذر عنها، مش ليكوا انتوا، انا بعتذر لنفسي انا، عشان انا اللي ظلمت نفسي لما شلت غضب او حتى كراهيه يمكن احيانا تجاه ناس لمجرد انهم مختلفين عني. وكانت شغلتي انا ان انا اشوف الكلام ده كله، بس برضه ما حدش بيشوف حاجه غير لما يبقى ميعاده يشوفها ولما يبقى جاهز يشوفها. بس كده، اشوفك حاجه جايه ان شاء الله. سلام عليكم.